هنا الخط اشتعل أكتر، ودخل صوت تقيل، صوت حسن شحاتة، مدرب الجيل الذهبي اللي وقف مع لعيبته قدام العاصفة. قال: أنا المسؤول، وأنا اللي كنت معاهم، وأقسم بالله إن الكلام ده كذب وافتراء. اللعيبة كانت محترمة، مركزة وملتزمة. وأضاف: الله يخرب بيت اللي طلع الإشاعة، اللي معرفش ينجح بيحاول يشوه اللي نجحوا. الو. ايوه يا فندم. انا حسن شحاته يا استاذ عمرو. اهلا يا كابتن حسن، ازيك؟ ازيك يا استاذ عمرو؟ اتفضل يا فندم. يعني هو ده الكلام يا استاذ عمرو اللي ممكن يتقال على لعيبه مصر. انت دخلت في الموجه كمان، انت كمان دخلت في الموجه. لا كابتن حسن، لا ما تقولش ارجوك، لا موجه ولا مش موجه. حضرتك عندك رد هسمعه ومش هقطعك، محترمه جدا ومش هقطعك، ومحترمه عن اي حد فيكم، ومش هقطعك. محترمه وشرفنا فوق الجميع. أيوة. ولا طبعا. حد يقدر يمسه. أكيد. الكلام اللي انت بتقوله وتدخل فنانين عشان يشتموا في اللعيبه وبتاع. انا ما دخلتش فنانين يا كابتن حسن، احنا ما بندخلش حد، ولا عاوزين نلعب كوره ولا عاوزين نعمل حاجه. احسن برضه يا كابتن. كوره بكل حاجه، الله يخرب بيتكم. ايوه الله يخرب بيوتكم، هي دي الاخلاق الناس اللي بتصلي.